عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخ كينج أريوس من قناتكم Infinity Argo Academy. مرحبا بكم إخواني في هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم اللي راح نتحدثوا عنه يعني تحت عنوان آه، كيفية بناء داتا سنتر الخاصة بك على الأجهزة اللي تكلمنا عليها الإخواني كثيرا يعني في قناتنا على التليجرام. هذا الجهاز يعتبر يعني أصغر جهاز اسمه الميني بي سي. الميني بي سي أقل شيء إخواني تكلمنا عليه إنه يكون رباعي النواة، يعني اي 3 رباعي النواة. كذلك اللي يقدر يشتغل على 8 جيجا في الرام. كذلك عندنا مساحة التخزين إن شاء الله راح تكون يعني تقدر تستعمل أقل شيء 100 جيجا فما فوق. فهمتوا إخواني؟ ما يهمش أنني نحاول أني نتكلم بالدارجة الجزائرية، الإخوانية ما يقدروش يعني آه، إخواني إن شاء الله ممكن ما تكونش عندكم صعوبة يعني في الدارجة الجزائرية، لأنه الجمهور المستهدف هو الجمهور يعني المغاربي إن شاء الله. الإخوة يعني اللي راهم معنا كذلك راهم يعني مختلف البلدان العربية إن شاء الله، إن شاء الله تكون الدارجة الجزائرية يعني سأخفف عليكم فقط. بون، أول حاجة إخواني راح نتكلموا عليها هو كيفية يعني تنصيب هذا النظام. النظام هو عبارة عن نظام. نعم، هو عبارة عن نظام. تدخلون إلى الموقع الرسمي فقط يعني لهذا النظام اسمه proxmox.com. لما تدخل راح تجد هذه الصفحة الرئيسية بالنظام، ممكن تقدر تطلع عليها يا أخي، عندك يعني الحرية الكاملة في التصفح. تعرفوا شو هو البروكسموكس وش هي البيئة التطويرية هذه اللي رانا نشتغلوا عليها. كيف عندهم كذلك عندهم كوميونيتي. لاحظوا اخواني عندهم كوميونيتي، يعني تقدر تدخل هنايا تتعرف على الكثير يعني على البروكسموكس. خلينا باش ما نطولش فقط الفيديو يعني يكون خفيف. عندهم انت تروح لهنايا الصفحة الخاصة بالداون، تضغط عليها فقط. عندك بروكسبوكس فيرتيال انفيرمنت، هذا هو اللي نحتاجوه، البيئه الافتراضيه اللي راح نشتغلوا عليها حاليا يا اخواني. لو نلاحظوا هنايا عندنا الفيرجن، عندنا النسخه اللي راهو يشتغل عليها هو 9.01. الحجم الخاص بالنظام كله هو 1.64 جيجا. اخر تحديث هو في 5 2025. اذا عندك انت التورنت تقدر تنزله مباشره على التورنت، واذا عندك تقدر تنزله يعني عندك انترنت ممتازه جدا يعني تقدر تنزله لهنايا. اخي ما تروحش بروكسموكس ميل جيت واي اند باك اب سيرفر، هذو محتاجوهم حقيقه، محتاجوهم ماشي بس، ولكن مش دركا لانه فيه طريقه اخرى كيفيه تنصيبهم وتفعيلهم هذا الامور. انت حاليا ما تنزلهمش، نزل فقط بروكسموكس النسخه 9.01 هذه، فاهمين؟ هذا النسخه نزل فقط هذه النسخه، وعندك الهاش وعندك كل شيء يعني ما شاء الله. اللي حاب يطلع كذلك على البروكسموكس يعني كيف تشتغل وكيف بعض الأمور والوثائق يعني الخاصة بهم تقدر تحمّلهم من هنا وتطّلع فقط كمجرد اطلاع فقط. بعدين لمّا تنزّل هذه النسخة الأخيرة عندكم الحق العادي إنك عندك نظام تجيب فلاش ديسك حطّه ودخّله في الport USB الخاص بك، أحرق هذا النظام على فلاش ديسك يعني تقريبًا يحتاج واحد 16 جيجا. نعم، واحد 16 جيجا، يكون من الأفضل يكون عندك 16 جيجا. قم بحرقه عادي جدًا، بعدين تتوجه إلى الميني البيسي الخاص بك، ضع هذاك الفلاش ديسك واتبع الأوامر العادية مثل تنصيب الويندوز وغيره. يعني هو شكل يعني هو بسيط جدًا، جدًا. فهمتوا إخواني؟ بعد ما يشتغل عندك يا أخي مباشرةً راح تنتقل، راح تجد هذا يعني راح يظهر عندك هكذا، راح يظهر عندك هكذا. فهمت أخي؟ راح يظهر عندك هكذا. بعدين هاو تعملوه على شكل تسمي النود الخاص بك. تمام؟ تسمي النود الخاص بك. فقط راح نعطيكم أنايا بعض، أنا راح نرفقكم كذلك بفيديوهات أخرى لكيفية تنصيب البروكسموكس. يعني لأنه أنا يعني خلّينا نقولوا ما عملتش يعني record لعملية التنصيب. يعني عندي تقريبًا 20 ساعة إني نصّبت هذا النظام هو يشتغل. لاحظوا الup time عنده 20 ساعة هو يشتغل. هذه غفلت عنها إني ما عملتش يعني record للتنصيب، لإني
خلينا نقولوا سرعة يعني حبيت نخلص عليه فقط التنصيب، بعدين نبدا ان شاء الله نشرحه. راح نوفر لكم الفيديو ان شاء الله تاع التنصيب خطوه بخطوه ان شاء الله. حاول انك لو تلاحظوا هنا اخواني في اللينك، لاحظوا هنا في اللينك HTTPS عندي ملغيه، لانه انت تشتغل عن طريق البروتوكول HTTP فقط. انا اعطيت له 192 192 صفر 3. انا الروتر الخاص بالاي بي الجيت واي الخاص به، او حتى في الدي ان اس هو 01. الناس اللي عندهم معرفة شوية بالشبكات يعرفوا هذه الأمور، أو الروتر الخاص بك لما تحب تدخل الادمين بانل الخاص بك، يعني هو 292.168.0.1. تدخل ادمين، هذا هو الروتر وهذا هو الدي ان اس الخاص بك. أنت فقط أعطيه ستاتيك اي بي، يعني رقم اي بي من 2 فما فوق. ما تعطيش الواحد، اعطيه من 2 فما فوق. واي بي ما يتغيرش، الاي بي ما يتغيرش. انا اعطيته بوكس موكس هذا النود هوم برو، انا اعطيته اي بي رقم 3. لو نلاحظوا فقط هنا اخواني، نلاحظوا فقط هنا السي بي يو الخاص بي هو آه، رباعي النواة. لو تلاحظوا رباعي النواة، لاحظوا اخواني بالرغم انه نصبت عليه باكيج يعني كونتينر كامله، لاحظوا اخواني استخدامه للبروسيسور تم نسبة استخدامه 1% فقط يستخدم في البروسيسور. راه والله حاليا راه اشتغل. انا قلت لكم اب تايم عنده 20 ساعة، لاحظ 0.47% فقط من استخدامه من البروسيسور. تخيل يعني، تخيل واش تقدر تخدم به هذا. كذلك الرام الخاصة بي راني تقريبا مستخدم منها 17% فقط، من الاصل هي 8 جيجا. قلت لكم 8 جيجا. انا عندي 500 جيجا في الاش دي دي، يعني في مساحه التخزين الخاص بي. انا اعطيته تقريبا 90 جيجا فقط، هو ظاهريا حاليا الظاهري. البروكسموكس اخواني راح يكون عندك لما يتشغل، ما يكونش عندك هذا مباشره، راح يكون عندك اللوكال نتورك الخاصه بك. لو تلاحظوا هو في ان بي ار 0، انا اعطيته في ان بي ار 0. الفي ان بي ار 0، واعطيته كذلك يعني واحد النتورك. نضغط هنا ندخل النتورك، عندي قسمين، بلان في 1 وعندي في ان بي ار 0. في الطيب نتورك ديفايس بلان في هو النتورك ديفايس نتاعو. في ان بي ار يعني فيرتيال بريدج لينكس بريدج. اعطيته اكتيف، راهم في اثنين راهم اكتيف يس. وتو ستارت على خليته ناو، على اعطيته يس. فيلان وورد عطيت له نو في اثنين. البورتس يعني ياخذ هذا مباشره، كل شيء راح يتنصب اوتوماتيكلي يا اخواني، يعني ما تقلقوش، يعني كل شيء هذا الاعدادات راح تكون وحدها. فقط انا ناكد على شيء واحد فقط، اللي هنا اعطيه الاي بي ادرس. هنا اعطيه ستاتيك اي بي ادرس، بحيث انه لما يعمل الروبوت النظام، لما يعاود يعمل اعاده تشغيل مباشره، راح يتصل بالشبكه تاعك الى المودم او الراوتر الخاص بك. راح يقول له انا نحتاج الاي بي رقم 3، لاني انا راني حاجز رقم 3، نشتغل فقط على الرقم 3. الراوتر يعمل له الريكوست، يقول له الرقم 3 هو محجوز للبروكسموكس مود هاوم برو. يقول له نعم انا هو، يتم التعريف ويعطيه الرقم 3 مباشره فقط. لهنا 192 168 صفر 3، بعدين اعمل سلاش 24 على 24، يعني حتى يبقى يشتغل ابطا، يعني يبقى يشتغل معك مباشره وياخذ دائما الرقم 3. في الجيت واي هنا خليه مباشره الاي بي الافتراضي الخاص بالروتر تاعك، اللي عندي انا اغلبيه الروترات يعني تقريبا تلقاهم 192 160 01 او 192 168 11. اغلبيه هذوما الروترات يعني تلقاهم كيما هكذا. لو يكون عندك الروتر تاعك 292 168 1 معناها لهنايا واش تعمل 192 168 1 3. فهمين؟ 1 3. اذا كان عندك 0 1 لهنا اعمل 0 3 او 0 2 وابدا. ابدا من 0 2 فقط. انا عندي يعني عندي تقريبا، عندي اني حاجز تقريبا 40 اي بي ادرس. انا لقيت فقط يعني رقم 3 اللي راهو يعني فارغ عندي، ما نشتغلش عليه، لاني كنت نشتغل عليه امر اخر. وبعدين يعني حولته مباشره، استخدمت رقم 3 لهنا يعني. متفاهمين اخواني؟ بالنسبه للنتورك السيرتيفيكيت خلينا نقولها لانها امور شويه شخصيه. الدي ان اس هو الدي ان اس هاوم برو دوت في زاد. ومن بعد تقدر يعني تقدر تعطيه انت 01 هذاك هو الدي ان اس نتاعك. ويكون بعدين في الفيديوهات المتقدمه ان شاء الله راح نخبركم على هذا الامر واش معناها بالضبط. راح نتحدثوا شويه لهنايا
على الأبديت أنا فت أنا للشان، اعذروني فقط إخواني يعني فت هنا على الشان. فالشان هذه هي الواجهة نتاعكم يا إخوان. الproxmox كيفاش يظهر في يعني في الشاشة لو تركب السيرفر الميني بيسي الخاص بك وبعدين تعمل له الربط عن طريق الشاشة، هكا راح يظهر عندك. هكا حيظهر، مش حيظهر عندك هذه الواجهة الرسومية هذه يا إخواني. الواجهة الرسومية هذه هي على جهاز آخر متصل في نفس الشبكة، فاهمين يا إخواني؟ كجهازي هذا أنا عندي iMac الخاص بي اللي راني نشتغل به، و خلينا نقولوا باللي السيرفر راهو عندي لهنايا، أو عندي في الخزانة لهنايا الخاصة به. فهمتوا إخواني؟ هو في الخزانة بالقرب مني، ولكن أنا متصل فقط في الشبكة، متصل في الشبكة. يعني هذا جهاز ثاني. الواجهة الرسومية هذه هي لاستدعاء محتوى البروكسموكس، ونقدر نشوف واجهة رسومية قابلة فيها أزرار وغير ذلك، قابلة للضغط. ولكن أنت في السيرفر الخاص بك راح يظهر عندك هذا الشال فقط، هذا الطرفية، خلينا نقولوا هذا الطرفية، التيرمينال، هذا التيرمينال. آآ مباشرة أنت حتدخل حتعمل اليور نيم هو الروت، فاهميه؟ تعمل روت، بعدين هو راح يطلب عليك يقول لك واش هو الباسورد، اكتب انت الباسورد. فاهمين اخواني؟ تكتب الباسورد مباشرة حتدخل بروت، فهمت؟ راح تدخل بالجذر نتاع الروت، فهمت؟ تدخل في الجذر مباشرة الهاوند. فاهمين يا اخواني؟ بعدين عندك لهنايا اعمل جات ابديت لتحديث النظام. لو عندك باكيج او عندك اي حاجه في المكتبه مثلا، يعني التنصيب كان فيها خلل او غير ذلك، تقدر تعمل لها الابديت. بعدين لما تسجد اعمل وبعدين لما تسجد اعمل ابجريد. اخواني، اعمل ابجريد مباشره، راح يعمل لك هنا الابجريد الخاصه بك. لو كان فيه باكيج، كان فيه خلينا نقولوا الليبراري ما تنصبتش، فاهمين؟ مثلا الباكج لهنا كلهم ليستد داون، كلهم راهم نزلوا يعني 100%. لو تلاحظوا هنا الابجريد راهو عندي صفر، يعني كل شيء راهو يشتغل ممتاز، يعني بصفه عاديه جدا، ويعني ما شاء الله. بالنسبه لاخواني فقط، انا يعني ندير لهنايا النتورك. عندنا لهنايا اللوكال الهوم برو الخاص بك. لاحظوا انا اعطيته 90 جيجا فقط، اعطيته 90 جيجا، وها شو استعمل من 90 جيجا. توتال سايز راكم تشوفوا التوتال سايز، وعنده يوزد سايز من 90 جيجا راني نستخدم فقط 10 تقريبا 10 جيجا، فاهمين يا اخواني؟ ايميج الخاصه بك، الامور يعني هذه ومن بعد بعدين ان شاء الله نحكيو عليهم بالتفصيل. عندنا اللوكال البي ام، يعني لهنايا شوفوا الديسكس الخاصين بنا. نعم. نعم. نعم، أنا قمت يعني بتفعيل الفايروال. نعم. نعم، الفايروال أنا قمت بتفعيله فقط، يعني للتفعيل فقط أعمل edit، بعدين أعمل firewall هنا check box، بعدين أعمل أوكي، خلاص حيتفعل عندك الفايروال. الديسكس نعم، لاحظوا إخواني لنا عندنا الصدى رقم 1 هو تقريبا ياخذ 1 ميجا فقط، يعني حتى ينشر، يعني يحط الملفات الخاصة به للبوت وللروبوت. بعدين عندنا بارتيشن واحدة UEFI، وعندنا البية، هذا هما لوكال، وعندنا هذه الألفية. فقط أنا من 500 جيجا أنا أعطيته، سمحت له تقريبا 320 جيجا، وعندي تقريبا يعني 170 جيجا راهي ما زلت يعني متخفية، وخليتها متخفية، فاهمين إخواني؟ آآ نوع الهارد ديسك GPT، الهارد ديسك تاعي هو النوع نتاعو GPT. راكم تلاحظون هنايا كله راهو دار باست. أنا فقط يعني حجزت تقريبا 170 جيجا، خليتها مخفية لأني نحتاجها في أمور أخرى إن شاء الله، يعني بربي إن شاء الله دوك تفهموا واش هما هذا الأمور، يعني بصفة يعني مفصلة جدًا. عندنا إخواني لهنايا الألفيان. نعم، للألفيان بعدين راح ندخلوا الألفيان فين. نعم، كل شيء راه ممتاز. ها بي في يو يعني النود الخاص بنا، ها هو الاستخدام نتاعو في الاستهلاك نتاعو، الديريكتوري، ومن بعد زيافاس، ومن بعد الساس. بعدين هذه الأمور يعني متقدمة إن شاء الله، راح نوصلوا لها يعني خطوة بخطوة بحول الله تعالى وبركاته.
قلت لكم يا إخواني للتحميل فقط حمّل من ادخل لصفحة الdownload هذا Proxmox Virtual Environment، هذا الأول اللي راه يجيك اللي فيه 1.64 جيجا، قم بالتحميل. اللي عنده سرعة الإنترنت يعني مباشرة يقوم بالتحميل، اللي عنده ضعيفة يعمل torrent ويحمّل إن شاء الله. بعدين أحرقه على flash disk، أحرقه في flash disk، بعدين قم بالتنصيب عادي جدًا. فهمتوا إخواني؟ كذلك لا تنسوا إخواني فقط يعني الدخول إلى الصفحة الخاصة بنا، قناتنا على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب واعملوا كذلك يعني تعليق ولايك، حتى يعني تشجعونا أن ننشر هذه السلسلة كاملة، كيفية امتلاك داتا سنتر خاص بك بحول الله تعالى، وتبقى ودائما يا إخواني تولي تخمم خارج الصندوق وتكسر المايتريكس، بحيث أنك تعمل يعني النودز الخاص بك، تعمل فيه كل شيء، تستضيف فيه كل شيء، تقدر تخدم به كل شيء، الذكاء الاصطناعي، التداول، التجارة الإلكترونية، يكون هذا هو البوابة تاعك وأول خطوة تاعك إن شاء الله لتحقيق هذا النجاح بحول الله تعالى. كان معكم أخوكم الكينج أريوس من أفينيتي ألجو أكاديمي، الفيديو الأول من سلسلة تنصيب بروكسموكس إن شاء الله.